السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول سيشن في الورشة بتاعتنا، ورشة الفوتوشوب. آه، هنبدأ الورشة بإن احنا نتعلم شوية تولز كده عن الفوتوشوب، سواء كنت على معرفة أو مش على معرفة بالفوتوشوب. فتابع معايا الكورس من الأول خالص لحد ما إن شاء الله نوصل لمستوى كويس أوي فيه، لأنه مفيش أي حد سواء طالب في عمارة أو سواء خريج أو سواء بيشتغل ما بيشتغلش فوتوشوب. الفوتوشوب ده إيدك ورجلك طول حياتك. تمام. فإن شاء الله هنبدأ إن إحنا نتعلم شوية تريكات صغيرة كده عن الفوتوشوب عشان تسهل علينا، وإن شاء الله هنعمل حاجة كويسة مع بعض. أول حاجة عندنا بنيجي هنا كده، في عندنا حاجة اسمها قائمة فايل. دي اللي بنبدأ إن إحنا نفتح منها أي بيج إحنا عايزين نشتغل عليه. تمام. او ممكن ندوس كنترول ان. هنا انت عندك حاجتين، عندك تو اوبشنز، يا اما ان انت تفتح حاجه جديده نيو، يا اما ان انت عامل فايل فوتوشوب وعايز تفتح. تمام. فانا مثلا دلوقتي هفتح بيج جديده نشتغل عليها. تمام. اول ما بتفتح القائمه دي بيظهر لك شويه الحاجات دي. طيب انا هنا هقف معاكم شويه لان الموضوع ده مهم قوي. انت هنا بتحدد انت ايه البيبر اللي هتشتغل عليها، ايه مقاس الورقة اللي انت هتشتغل عليها. تمام. لو جينا من الاول خالص، فانت هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها preset details. دي الفايل بتاعك انت عايز تسميه ايه، وليكن مثلا هنسميه PS1. اوكي. كمان انت عندك هنا بتقول له انت عايز تعمل السيف ده فين. فهو عامل لك هنا كده في السيفد ان انت عملت اول حاجة saved one. اوكي. طيب خلينا نرجع تاني. انت عندك هنا قلنا ان ده اول حاجة، سميت الفايل بتاعك PS1. بندخل بعد كده على الويدث والهايت بتاع البيبر نفسها. في حاجة مهمة جدا انت لازم تكون عارفها، مقاس الورق. ممكن تدخل على جوجل عادي وتقيس الورق بتاعك كام بالظبط، وتشوف المقاسات عليه علشان تعرف الورقة اللي انت تشتغل عليها. كمان انت عندك شوية حاجات هنا، مثلا لو جينا في print هتلاقي فيه شوية حاجات زي مثلا مقاس ال A4 وال A6 وال A5 وال A3 وال B. طبعا احنا عارفين ان الورق هو بيتقسم عيلتين مهمين، اللي هما ال A وال B، على حسب انت هتشتغل على ايه بالظبط. تمام. طيب انا دلوقتي لا، انا عايز اشتغل على حاجة معينة. فانت عندك مثلا لو بنشتغل على بورت A0، فانت عندك الويدث بتاعك بيكون متر 20. تمام. والهايت بيكون 80. تمام. في عندك هنا كده بقى اليونت اللي انت شغال بيها، سواء كنت عايز تشتغل بالسنتيمتر ولا عايز تشتغل بالانشز ولا بالمليمتر، خليك في السنتيمتر على طول. تمام. طيب انا دلوقتي حددت انه انا عندي، ممكن تلاقي في حاجة هنا كده زادت، لان انت عندك الورقة لما بتيجي تطبع بيكون سايب فراغ من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت. يعني ده لما بتيجي تطبعه في الاخر بيبقى الفعل بتاعه بيكون 78 وده بيكون 118. فانت خليها متر 20 وخليها 80 واحنا هنظبطها من جوه. تمام. في حاجة بعد كده اسمها ريزوليوشن. ايه الريزوليوشن ده؟ الريزوليوشن ده هو البيكسلز اللي موجودة في الجزء بتاعك. يعني انت دلوقتي انت عامل هنا كده 150 بيكسل، فخلي بالك ان انت عندك هنا كده في الاوبشنز بتاعتها بيكسلز وبير انش وبيكسلز بير سنتي. احنا بنشتغل على بيكسلز بير انش وهنعرف ليه جوه. تمام. الريزوليوشن بتاعك هنا في ريزوليوشن 150، دي تقدر تتحكم فيها براحتك. المكن بتاع مصر اللي بيطبع بيه في مصر اعلى حاجه بيقبلها 300. يعني ما تعليش الفايل بتاعك عن 300 دي خالص، لانه اصلا ال 300 دي بيكبر الفايل قوي. يعني انت تفتح دلوقتي الفايل واحنا بنعمل كرييت معاكم، هتلاقي الفايل من غير ما تشتغل فيه اي حاجه هتلاقيه عالي قوي. تمام. فلا، خلي دي وانت بتشتغل خليها مثلا 150، او لو اللي هو يعني احنا بنشتغل على متر 20 في 80 لان دي برضو ايه ريشيو. فلو مثلا هما التلاتة دول ريشيو مع بعض وهنعرفها برضو جوه. فخليها مثلا تشتغل على على 150 احسن. تمام. طيب في عندك حاجة هنا كده اسمها الكالر مود. تمام. الكالر مود اللي احنا مشغلين عليها هنا هي ال RGB. ال RGB دول اللي هو العيلة بتاعت الريد والجرين والبلو اللي احنا
بنقبل بيهم الشغل بتاعنا على طول. تمام. هتيجي برضه في الكالر مود، انا هنا مثبتها على ار جي بي بصراحه. هتيجي هنا في الكالر مود ممكن تلاقي حاجه اسمها الاس ام واي كي، دي برضه بنشتغل بيها. لو مثلا عايزين نطلع حاجه بقى تكون الطباعه بتاعتها شديده قوي او كده، والريزولوشن بتاعتك بتكون تقيله وهكذا. تمام. في عندك هنا كده البيتس دي هنعرفها برضو جوه ايه الوظيفة بتاعتها بالظبط، وازاي ان هي تقدر تتحكم في الصورة بتاعتك ما تخليهاش ملسوعة، زاوية الطباعة بتاعتك بتكون كويسة. ممكن تخليها 16 بت 8 بت اللي انت عايزه، مش هتأثر معاك اوي. تمام. في بقى انا عديت كده دي كل الديتيلز اللي انت محتاج تعرفها في في الاوبن اللي انت بتفتحها في الدوكيومنتس بتاعتك. تمام. في عندك هنا برضو advanced setting، دي اللي كنت بقول لكم عليها. انت هتيجي هنا هتلاقي شوية extensions تانية ماليش دعوة بيها، مش هتأثر معاك في حاجة. في حاجة مهمة أوي هنا بقى لو خدت بالك اسمها الارت بورد. طيب أنا دلوقتي لو جيت عملت ديسلكت عليها وعملت create، هيبدأ إن هو يفتح لي البيج بتاعتي اللي هي إيه؟ اللي هي المتر 20 في 80. طيب أعرف منين إن هي متر 20 في 80؟ من الرولر اللي موجودة فوق. لو دي مش ظاهرة معاك دوس كنترول ار، كنترول ار كده تظهرها وتخفيها. تمام. فأنا دلوقتي دوست كنترول ار وظهرت الرولر بتاعتي أو المسطرة بتاعتي، فهتلاقي هنا كده إن هي جاية على متر 20. المسطرة دي بنسحب منها حاجة اسمها جايد لاينز. تمام، يعني انت بتقف عليها كده وتشد لتحت، فبيبدأ يظهر معاك جايد لاينز اللي هي الخطوط الوهمية اللي عمالة تظهر معاك دي. تمام. تبدأ إن أنت تسحب فيها كده، هتبص تلاقيها من هنا متر 20، وتبص تلاقيها من هنا 80. طيب علشان ساعات الرولر دي مش بتظهر بالسنتيمتر، بنيجي عليها كده ندوس كليك يمين، فهتلاقيه ظاهر لك بيكسلز وانشز وسنتيمتر ومليمتر. احنا الفايل بتاعنا بالسنتيمتر، فايه فاختار السنتيمتر. تمام. كده احنا فتحنا البيبر بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. طيب لو كنا رجعنا ورا وفتحنا فايل جديد، بس احنا كده انا عايزكم تشتغل على الفوتوشوب ده بالاختصارات على طول، يعني مش عايزكم تقعدوا ترجعوا للايكون نفسها وتختاروا. دوس كنترول ان، هيبدأ ان هو يفتح لك ايه؟ الورق على طول. طيب انا دلوقتي لو بعمل مثلا البورتفوليو بتاعي، او ان انا بجهز برزنتيشن معينه، فمش عايز ان انا كل شويه افضل بقى افتح ورقه جديده في ورقه جديده في ورقه جديده، فبنعمل هنا بنكتب حاجه اسمها الارت بورد. انا دلوقتي طبعا الارت بورد مش هشتغل على متر 20 في 80، يعني ممكن نشتغل على حاجه اصغر شويه، مثلا مقاس الورقه الاي 4، وممكن برضو نخليها بالسنتيمتر، فتلاقيها 21 سنتي في 29.7 سنتي. تمام. هنكتب هنا الارت بورد بتاعتنا دي، ونخلي الريزوليوشن هنا 300 عادي، ده مقاس ورقة A4 يعني مش هيأثر في حاجة، والار جي بي برضه اوكي. لو دوست هنا كرييت، هتلاقي ظهر معاك ايه؟ هتلاقي ظهر معاك ارت بورد 1. تمام. انا مثلا لا، انا مش عايز اشتغل عليها كده، انا عايز اشتغل عليها مثلا بالعرض، فممكن تيجي عند ايمج هنا. تمام. وتقول له ايمج روتيشن اعملها لي 90، فتلاقيها ظهرت معاك كده. طيب انا دلوقتي ازاي لما بكون عامل زوم اوت كده بروح مخلي الصورة تبدأ تظهر واخدة الويندو كلها؟ بان انا بدوس كنترول زيرو. لما تدوس كنترول زيرو هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت اي زوم اوت عملته بدأ ان هو يظهر لك الارت بورد او البيبر اللي انت شغال عليها في وشك على طول. تمام. طيب لو جيت بصيت على الجنب ده، هنتكلم برضو في الجزء ده هو ايه، بس انا عايز اعرفكم حتة الارت بورد دي لما نعوز نشتغل على بورتفوليو، او نعوز ان احنا نعمل نجهز ورق معين او حاجه، ومش عايزين ان احنا نبدا نشتغل. يعني في ناس مثلا بتيجي تشتغل حاجه زي كده، بيقعد يدوس كنترول ان فايل جديد، ويقعد يشتغل على مقاس بيبر اي 4 من غير ما يكتب الارت بورد، يقعد يشتغل على اي 4 اي 4 اي 4 ويجي في الاخر يجمعهم. طب انت ليه وانت عندك الاوبشن انت تشتغل على كذا حاجه؟ طيب وكمان الميزه الكويسه في الارت بورد دي ان انت ممكن مثلا ايه، لو جيت كده دوست عليها ودوست كنترول سي كنترول في، فبيبدا ان هو يفتح لك ارت بورد جديده. تدوس كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في، فيبدأ إن هو يفتح لك ارت بوردز جديدة، كل ارت بورد لوحدها. انت كده عندك كذا ارت بورد تقدر ان انت تشتغل عليه. طبعا اغلب الناس اللي هم بيجهزوا بورتفوليو او حاجة زي كده ممكن يشتغلوا الستريتور او فوتوشوب، مش فارقة كتير. بس يعني هنا الموضوع في الفوتوشوب لذيذ، يعني هتحبوه ان شاء الله. تمام. دي كانت نقطة مهمة قوي، عشان لو حد بيسأل إن هو يجهز بورتفوليو إزاي، أو إن هو يجمع مشروع بطريقة لطيفة يكون كله مع بعض إزاي.
فده هنا كده الاوتبورت، احنا كده كده هنتكلم عليها قدام، ممكن هنا تبدا انت تكتب واحده واتنين، هنبدا نتكلم ان احنا هنبدا نتكلم عليهم قدام بالتفصيل وازاي نشتغل في الارت بورد والحاجات دي. تمام. دلوقتي هنقفل الفايل ده. طيب انا دلوقتي عندي المتر 20 في 80 اللي انا عايز اشتغل عليهم دول. طيب اول حاجه واوعى تنساها، ان احنا نسيب الفايل. احنا كده كده حطينا بره خالص الاسم بتاعنا ان هو ايه BS1. تمام. بس ما تنساش ان انت تعمل كنترول اس كده، وايه مثلا ترميها على الديسكتوب وتسميها مثلا فايل فوتوشوب 1. اوكي. كده انا بعمل ايه؟ انا دوست كنترول اس وبعمله سيف از فايل فوتوشوب. تمام. طيب هنبدأ نتكلم دلوقتي عن التولز اللي موجودة عندنا. تمام. طيب أنا دلوقتي لو الحاجات دي كلها مش ظاهرة عندي، يعني أنا دلوقتي لو عندي الجزء ده كده بتاع الحاجات ده مش ظاهر عندي، اللي هي التولز بتاعتي أو الحاجات اللي هي دي بتاعت اللايرز والحاجات اللي زي كده، أظهرها منين؟ طيب هتيجي هنا عند قائمة ويندو. تمام. تبدأ تأكتف الحاجة اللي أنت عايز تأكتف فيها. تشوف أنت عايز، يعني أنا عندي هنا مأكتف التولز، مأكتف الأوبشنز، وده الفايل بتاعنا عادي. تمام. طب أنا دلوقتي عايز مثلا أبدأ أكتف أي حاجة تانية، أنا محتاج أكتف مثلا الهيستوري، فأروح عامل أكتف كده فتلاقيها ظهرت معاك. ممكن نبدأ إن إحنا نخفي الحاجات دي عشان أوريكم أكتر. كده أنا مش عندي أي حاجة، وحتى كنترول ار ممكن فوتوشوب معاك يفتح كده، انت ما عندكش اي حاجه موجوده تشتغل بيها وانت مش عارف تعمل ايه. تمام. فتبدا ان انت من قائمه ويندو هنا تيجي تاكتف التولز. كده التولز اللي معاك ظهرت اللي احنا هنشتغل بيها كلها، فتبدا ان انت تمسكها كده وتدخل بيها شمال لحد ما يظهر اللاين الازرق ده وتحطها. تمام. طب انا كان عندي في قائمه على اليمين هنا اختفت برضو. القائمه دي هي شويه حاجات في بعض، مثلا زي اللايرز. تمام. فانا اللايرز دي ظهر معاها الهيستوري. طب ده كلام كويس، يعني فيها شويه حاجات ظهر معايا، فهبدا بنفس اللي انا عملته، همسكها كده واحطها على الجنب. عايز لايرز، ابدا ان انت اكتف اللايرز بتاعتك. ممكن تشيلها كده وتحطها لوحدها، ممكن عشان برضو المساحه بتاعتك. ابدا ان انت صغرها او بالشكل ده، شوف انت عايز تشتغل عليها ازاي يعني. تمام. في هنا القائمة التانية، احنا طبعا قلنا زي لما احنا كتبنا التولز الهيستوري فتحت معاك، عشان الهيستوري دي مهمة. الهيستوري دي فيها كل الحاجات، يعني شايفين الجايد لاينز اللي احنا عملناها ظهرت، الفايل اللي احنا فتحناه ظهر. الهيستوري دي بيكون فيها كل الاوردرز اللي انت عملتها. تمام. تمام. طيب دلوقتي هنبدأ إن إحنا مثلا نفتح صورة أو حاجة علشان نعرف إيه بقى الأدوات اللي عندي دي اللي أنا هفضل أشتغل عليها فترة كبيرة. تمام. أو أنت حياتك في الفوتوشوب عموما هتكون في القائمة اللي على الشمال دي والقائمة اللي على اليمين دي اللي هي بتاعة اللايرز، تبدأ تحط لايرز فوق بعض وهكذا. تمام. ماشي. تمام. عشان في حاجة كده عايز أوريها لكم. احنا دلوقتي عندنا الفايل بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه اهو، فهمسكه هرميه هنا كده. تمسك كده دراج اند دروب، ترميه هنا كده في ايه، في الفوتوشوب. هتستنى شوية كده تلاقيه فتح معاك بالشكل ده. طيب انا مثلا لو عندي صورة، لو جيت هنا كده مثلا جبت صورة. تمام. الصورة دي هبدأ مثلا ان انا اخدها كده ارميها هنا. تمام. فهنلاقيها ان هي اتفتحت جوه الارت بورد نفسها او جوه البيبر اللي انا شغال عليها. تاني انا مثلا عندي دلوقتي الصور اهي مثلا، وعندي الفوتوشوب. تمام. انا مثلا مسكت اي صوره اي ايمج معاك وجيت رميتها جوه الفوتوشوب، فهتلاقيها ان هي ايه، ان هي اتفتحت جوه البيبر دي. طب لو انا مسكتها هي ورحت رميها هنا او في اي حته هنا كده، فهنلاقيها إن هي اتفتحت في جزء جديد خالص، غير البيبر اللي أنا فيها. فتاخد بالك إن أنت شوف أنت عايز تفتح الإيمج لوحدها ولا عايز تفتح الإيمج جوه حاجة. تمام. يعني أنا مثلا خلاص اختار أي صورة مثلا. مم، لو جيت وقلت إن أنا هختار الصورة دي. تمام. الصورة دي أنا هشتغل عليها لوحدها عشان نبدأ نتعرف على شوية التولز اللي عندي. تمام. طيب انت عندك طبعا هنا دي زي التابس اللي هي بتاعت جوجل عادي، انت ممكن تفضل تتنقل ما بين الورق نفسه او التابس نفسها
عادي جدا، شوف انت عايز تشتغل في ايه يعني. تمام. طيب انا عندي اول تول وهي التول موف. دي مثلا لو انت، طبعا هو في هنا الارت بورد تول وفي الموف تول، احنا هنشتغل طبعا على الموف تول. الموف تول دي بتعمل ايه؟ الموف تول دي بتحرك البيبر نفسها. تعالى نروح في مكان تاني زي ده مثلا. الموف ده بيحرك الورقة نفسها. تمام، بيحرك الحاجة نفسها. طيب من ضمن الحاجات علشان تبقى عارف دايما ان انت اي حاجة هتتعامل بيها في الفوتوشوب بيكون ليها حاجتين. تمام، بيكون في التولز نفسها، والتول فيه سهم صغير قوي هنا بيبقى جواه اوبشنز تانية، يا اما بيكون في ليها بروبرتيز. يعني القائمة اللي فوق دي هي البروبرتيز بتاعة السلكشن. احنا عندنا ده الموف، ده الموف تول، سوري ده الموف تول. تمام، عندنا ده السلكشن. السلكشن ده بيكون ليه برضو شوية بروبرتيز. عندنا هنا حاجة اسمها اللاسو، اللاس تول دي برضو بيكون ليها شوية بروبرتيز. يبقى اعرف ان انت اي حاجة هتتعامل معاها في فوتوشوب هيكون ليها شوية بروبرتيز كده بتشتغل بيها. تمام. طيب انا قلت مثلا ان انت عندك الموف تول، اهم حاجه فيها هي فكره الاوتو سيلكت ده. تمام، الاوتو سيلكت ده لازم يكون متاكتف. انا دلوقتي مثلا عندي كذا صوره. تمام، عندي كذا صوره اهي. وانا عايز افضل طول ما انا شغال مثلا افضل اشتغل بالصور دي على طول وافضل احرك فيها عادي. تمام، يبقى بشغل اوتو سيلكت. طب لو انا جيت دلوقتي وقفلت الاوتو سيلكت، لو جيت احرك الورقه دي التانية اللي بتتحرك، ولو جيت وقفت على اللاير التانية وجيت حركت الورقة دي التانية اللي هتتحرك. يبقى الاوتو سيلكت بيسهل عليا الحركة جوه الفايل نفسه، ان انا مش لازم افضل اقف عند البيبر دي واروح جاي عند اللاير بتاعتها اقف عليها. يعني لو مثلا جينا سمينا اللاير دي واحد وجينا سمينا اللاير دي اتنين. تمام، لاير واحد ده اللي هي الايمج دي، ولاير اتنين اللي هي الايمج دي. انا دلوقتي لاغي الاوتو سيلكت، فعلشان احرك اي صوره من الصور دي لازم اروح اقف على حاجه هنا اسمها اللاير. تمام، هنعرف هي ايه بالتفصيل. لازم اروح اقف على اللاير بتاعتها عشان ابدا ايه ان انا احرك فيها. الاوتو سيلكت بيسهل عليا ان انا اول ما اجي كده اكتبها واقف على اي حاجه الاقيها ايه، الاقيه هو نفسه شايفين في اللايرز نفسها بتتبدل لوحدها. تمام. تمام، كذلك الأمر في كل حاجة يعني. طيب ممكن نيجي هنا كده في هنا في اللاير دي قفل. القفل ده يعني ده الباك جراوند، دي الايمج اللي هي موجودة دي. شوف انت عايز تحركها ولا مش عايز تحركها، بس عشان احنا نلعب معاها شوية يعني فايه هنلغي القفل ده. تمام. طيب تاني أداة عندنا وهي السلكشن. طيب السلكشن دي بعمل بيها ايه؟ أنا مثلا هختار الريكتانجلر سلكشن. السلكشن ده أنا عندي الجزء ده. تمام، الجزء ده انا عايز ان انا احركه، فهاجي كده اروح اعمل دراج انه انا هعمل سيلكشن للجزء ده. تمام، انا دلوقتي ممكن افصل الجزء ده في لاير وافصل الجزء اللي تحت في لاير. طب ازاي؟ انا دلوقتي عملت سيلكشن على الجزء ده، فهبدا اعمل ايه؟ فهبدا اقول له كليك يمين. تمام، واقول له حاجه اسمها لاير فيا كات. خدت بالك هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو شل الجزء اللي انا عملت له سيلكشن وبدا ان هو يحطه في لاير لوحده. انا دلوقتي كده مفيش حاجه وراه، دي البيكسلز بتاعت الايمج نفسها، كده مفيش حاجه وراه خالص. تمام، نفس الموضوع برضو لو جيت هنا كده وبدات ان انا اعمل سيلكت للجزء ده. تمام، ورحت قايل له كليك يمين لاير فيا كات. تمام، قلت له اوكي سوري، احنا نقف على اللاير الاساسيه نفسها. هنا بقى الموضوع يعني هقول لكم عليه، انك انت لازم تكون واقف على البيز بتاعك عشان تقدر ان انت تعمل اي حاجه. انا دلوقتي لما جيت قلت له ان انا عايز اعمل سيلكشن وكنت واقف على اللاير اللي فوق، قال لك انت دلوقتي واقف على هوا، الحاجه اللي انت عاملها دي فاضيه مفيش حاجه تاخدها لاير فيها كات. فانا دلوقتي وقفت على الباك جراوند وقلت له ايه كليك يمين، قلت له لاير فيها كات، فبدا ان هو يعمل لي ايه، بدأ ان هو يطلع لي التو ايمجز دول لوحديهم، يفصلهم من الصورة خالص. طيب في حاجة لطيفة قوي بقى هنا في الموف تول هنرجع لها، انك انت ممكن خلاص احنا قلنا ان انت ممكن تحرك الايمج دي براحتك، لو عملت كنترول زد بترجع. طيب في حاجة لطيفة قوي ان انت ممكن تاخدها كوبي. طب ازاي؟ دوس على الت. تمام، شايفين شكل السهم لما بدوس على الت بيحصل له ايه؟ شكل السهم نفسه بيتغير، بيبقى اتنين ارو فوق بعض. ده بيعمل ايه؟ ده بيديلك سماحية ان انت تقدر تاخد الايمج دي كوبي مثلا وتروح تحطها في اي تاب تانية. انت مثلا عندك ده اهو،
فانا خدت الصورة دي وبدأت ان انا ايه احطها في تاب تانية، او ان انا مثلا عندي كذا حاجة جوه، فابدأ ان انا ايه اخدها كوبي. يعني مثلا لو جينا هنا، انا مثلا عايز اخد الصورة دي اخدها كوبي تاني، فادوس الت وابدأ انه انا اسحبها كده، اشوف الحتة اللي انا عايز احطها فيها، ده بياخد لك كوبي. تمام. او ممكن من هنا برضو تروح دايس نفس الالت وتبدأ ان انت تسحب، فهي كده كوبيوريت، تبدأ تشوف انت عايز تحطها فين بالظبط وهكذا. بس الاسهل يعني ان انت الت على طول ايه تبدأ تعمل دراج. تمام. طيب، من ضمن الادوات برضو عندنا هنا كده الاليبتيكال. الاليبتيكال ده انك انت عايز تعمل مثلا سelection على الكيرف اللي موجود ده. تمام. طب الكيرف ده صعب شوية وان انا اجيبه بالتول دي، بالتول اللي هي بتاعت الريكتانجل، هجيبها ازاي؟ فمش هتعرف. فبنبدأ ان احنا نستخدم الاليبتيكال دي. فهقول له برضو نفس الموضوع، هدوس ايه؟ هدوس الت ده بيعمل ايه؟ الت ده بيخليك ان انت تتحرك من السنتر نفسه. شايفين الالت ده؟ لو خدت بالك، لو لغيت الالت هتلاقيه بيتحرك من الجزء اللي انت عملت ايه، من الجزء اللي انت سحبت منه. انما لو دوست الت هتلاقيه بيجيب لك من السنتر نفسه. طب لو دوست شيفت هيبدأ ان هو يطلع لك سيركل، تبدأ تشوف انت السلكشن بتاعك ده عايز توديه فين بالظبط. يعني دلوقتي لو جيت سحبت كده ودوست شيفت هيعمل لك دايرة، بس هيعمل لك دايرة من النقطة اللي انت بدأت تسحب من عندها. طب ولو دوست الت، لا كده بيبدأ ان هو يسحب لك من عند السنتر. تمام. طيب، زي ما قلنا ان احنا عندنا شوية بروبرتيز في كل حاجة. ممكن نيجي في الاول على الريكتانجل دي. شايفين هنا فوق؟ شايفين في هنا مربع وفي مربعين داخلين في بعض وفي مربع معمول من التاني، ده بيعمل ايه بقى بالظبط؟ لو جيت وقفت هنا، لو عملت مثلا سيلكت على الجزء ده، تمام، وجيت رحت عامل سيلكت في حتة تانية، شايفين اللي حصل؟ القديم اتمسح. يعني لو جيت عملت سيلكت وجيت عملت سيلكت تاني، القديم بيحصل له ايه؟ بيتمسح. طب انا دلوقتي مش عايز القديم يتمسح، فاعمل ايه؟ قال لك والله بتيجي هنا كده تدوس على التول التانية. ده بيحصل ايه؟ ده بيعمل لك ميرج ما بين التو سيلكشن، يعني تقدر ان انت تعمل سيلكشن كتير قوي. تمام. من غير ايه؟ من غير مثلا وتعمل لهم فيل او حاجه. خلينا نرجع الفيل. بيبدأ ان انت ايه تعمل سيلكشن كتير قوي من غير ما ايه، من غير ما يفصل معاك. طب انا دلوقتي لو عايز الغي السيلكشن ده خالص بعمل ايه؟ بدوس كنترول دي. كنترول دي ده بيلغي السيلكشن. طيب، تعال نشوف حاجة تانية. لو انا مثلا جيت بعمل سيلكشن على المباني اللي ورا دي، تمام، فانا دلوقتي اخترت ده، تمام، وهغلط معاكم غلطة واخترت ده واخترت ده، وجيت رحت مختار الحتة اللي هي ورا دي. انا كده شايف ان السلكشن مش مظبوط في الحته دي. فهو هنا عامل لك تول لطيفه قوي ان هي بتعمل سبتراكت للجزء التاني. يعني انت دلوقتي عامل سلكشن على الحته والحته دي جت معاك غلط، دي مش ضمن المبنى. فلو شايفين السهم نفسه فيه ايه؟ في علامه نيجاتيف، في علامه ماينس. ده بيعمل ايه؟ ده بيلغي جزء من السلكشن اللي انت عامله. فلو جيت هنا كده عملت الحته دي كده، فعمل لك ايه؟ لغالك الجزء اللي انت كنت عامل عليه سيلكت. طب انا علشان برضو ما نفضلش ان احنا نتنقل بين الحاجات دي على طول كده، تشوف انت عايز تعمل ايه بالظبط. احنا نتعلم تول تانية، انت عندك الثري تولز دول كلهم سيلكشن. تمام. فنبدأ ان احنا هنتعامل بيهم. طيب، احنا قلنا دلوقتي ان انت عندك ايه؟ ان انت عندك السلكت اللي هو شفنا اللي هو لوحده، انت لو تعمل حاجه بيلغي الباقي. وشفنا ان انت تقدر تعمل الاتنين مع بعض. وشفنا انك انت لما عملت حاجه تقدر تعمل منها سبتراكت او تقدر تطرح منها حاجه. طب التالتة دي بتعمل ايه بقى؟ التالتة دي لو انت انت دلوقتي عامل سيلكشن هنا، طب انت دلوقتي عايز الحته دي بس، فتبدا ان انت تسحب وتعمل سيلكشن للحته دي، فلغى كل السلكشن واختار ده. هو بيختار الانترسكت ما بينهم. يعني انت دلوقتي مثلا انت دلوقتي عملت ده، تمام، وعملت ده. انت دلوقتي محتاج الحتة الصغيرة اللي هنا بس، فتبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تروح جايب الانترسكت ده وتبدأ تختار الحتة دي بس، فيبدأ يلغي ده ويلغي ده ويختار الجزء الصغير اللي انت ايه عملته بس. تمام. دي كانت تول مهمة قوي في انك انت تعمل سيلكشن. تمام. طيب، في حاجة مهمة قوي بقى كنت عايز اقول لكم عليها. لو جيت عملت زوم ان قوي كده،
شايفين المربع الصغير ده؟ المربع الصغير ده هو البيكسل. يعني كل الصورة دي عموما بتتكون من مجموعة بيكسلز داخلة في بعض، والبيكسلز دي بدأت إن هي تكون لك الإيمج اللي قدامك. تمام؟ طيب من ضمن بقى الأدوات اللطيفة أوي اللي معانا حاجة اسمها السنجل رو بتاعة التول. طب ده بيعمل إيه؟ ده بيختار. أنا دلوقتي عامل اللي هي الإيه؟ اللي هي الهوريزونتال. أنت عندك منها فيرتيكال وعندك منها هوريزونتال. تمام؟ لو جيت اخترت واحدة كده فتلاقيه بيختار لك إيه؟ بيختار لك 1 بيكسل في الصورة كلها. يعني هو هنا عامل لك لاين واحد بس 1 بيكسل في الصورة كلها. هنعرف دي ممكن نحتاجها فين. تمام. ولو جيت عملت اللي هي الفيرتيكال، فتاخد بالك انت مثلا دلوقتي لا انت عايز تاخد زي ايه كروس عليها كده او حاجه بربنديكولار عليها كده من غير ما تلغي. تعمل ايه؟ نفس الموضوع، انك انت تبدا تشغل الحاجات اللي انت عايز تاكتفها. انت عايز الاتنين مع بعض، فانا خلاص هختار مثلا البكسلايه دي كلها مع بعض، فتلاقيه خد لك دي مع دي. لو كنا اخترنا دي بقى كان ايه اللي هيحصل؟ مثلا لو جيت اخترت الفيرتيكال اللي جنبها هنا، تلاقيه لغى لك كل حاجه وخلالك دي. عشان نبقى عارفين ايه الفرق بس ما بين انك انت الفرق بين الاربع ايكونز اللي فوق دول، ان واحده فيهم انت لو عملت سيلكت في اي حته بيلغي السيلكت القديم، ده بيعمل ميرج تقدر تعمل سيلكت كذا مره ورا بعض. ده بيعمل سبتراكت، انت ممكن تاخد ده كله بس مش محتاج دي فتبدا انت تدوس عليها فيلغيها لك خالص. وده اللي هو الانترسكت ما بينهم. انت عملت ده فهو لغى كل حاجه وخلى لك دي بس الموجوده. اوكي. اوكي طيب. في الأداة التالتة عندنا اسمها اللاستول. لأنك أنت لو جيت وقفت عند كل أيكون كده مثلا، يعني أنت لو جيت وقفت عند كل أيكون شوية هتلاقيه بيقول لك التول دي بتعمل إيه بالظبط. يعني لو جيت مثلا عند الريكتانجل فتلاقيه بيقول لك إن أنت دي تقدر تعمل سيلكشن بيها إزاي. طيب لو جينا وقفنا عند البوليجونال أو اللاستول فيقول لك أنت بتعمل بيها إيه بالظبط. تمام. كلام جميل قوي. طب انا دلوقتي هشتغل باللاست تول. اللاست تول عندي فيها 3 اوبشن. تمام. اول اوبشن هو مش بنستخدمه كتير بس ده حاجه كده ايه، يعني لو جيت تبدا ان انت تشتغل بيه دي حاجه كده فري هاند. انت بتبدا ان انت يعني لو عملنا كنترول دي انت عشان تلغي اي سيلكشن في اي تول منهم بتدوس كنترول دي. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اتعامل مع اللاست تول اللي هي اللي انا بشتغل بيها دي بشتغل بيها فري هاند، يعني انت مش محتاجها قوي، يعني ما بستخدمهاش خالص تقريبا. بس يعني لو اتزنقت في حاجه ممكن تشتغل بيها. بتبدا تعمل ايه؟ بتدوس كليك كده شمال وتبدا ان انت تسحب تشوف انت عايز تقص ايه بالظبط كده. بنستخدمها في براشز لو عايزين نعمل براش او عايزين نعمل حاجه نبدا ان احنا ايه نسحب الجزء ده كده. تمام. وبعد ما نخلص الشخبطه بقى اللي احنا مشخبطينها دي بندوس كليك، بندوس دبل كليك. تمام. يعني دوس دبل كليك كده تلاقيه ايه عمل لك السلكشن بتاعك. تمام. دوس كنترول زد كنترول دي. طيب من ضمن اللاست تول بقى اللي احنا نشتغل بيها على طول اللي هي البوليجونال. البوليجونال دي بتعمل ايه؟ دي بتسحب خطوط آه مستقيمة. يعني انا دوست كليكاية واحدة هنا هو بدأ ان هو يتشد معايا. طيب انا مثلا شايف ان الخط ده مش محتاج ان انا مثلا ابدأ ان انا اعمل فيه زوايا او اعمل فيه حاجة، فهبدأ اعمل ايه؟ فتدوس شيفت. الشيفت ده زي مثلا ما بتعمل سنابنج في الاوتوكاد ولا في السكتش اب ولا في اي حاجة، هو بيخليك ده ماشي مستقيم لحد ما توصل عند البوينت وبعد كده تدوس كليك. طيب برضو شغال في الفيرتيكال. هو ده بيشتغل بثلاث حاجات، بيشتغل يا اما horizontal يا اما على زاوية 45 يا اما على vertical. تمام. هذا مثلا ان انا اختار البوينت دي واختار البوينت دي، مثلا اجي اروح اختار البوينت دي اختار البوينت دي تبدأ تعمل سيلكشن على كل حاجة. تمام. بعد كده ممكن مثلا تيجي تروح دايس هنا كده وتعمل ايه دوس دبل كليك فهتلاقيه عمل لك سيلكشن على الزون دي كلها. تمام. نفس الفكرة برضو ان انت لو عايز تعمل معاها ميرج الحاجة خلاص انا هبدأ مثلا انا ادمج معاها الجزء ده فابدأ اعمل كده. تمام. واروح نازل هنا كده دبل كليك برضو برضو اروح اعمل كده اهو دبل كليك الحتة دي اهو دبل كليك كده انا عملت ايه دخلت ده في بعض. طب انا عايز الغي مثلا الجزء ده انا مش عايز الجزء ده معايا، فابدا اروح جاي عند البوينت اللي هي بتعمل سبتراكت واروح ايه لاغي مثلا الجزء ده من السلكشن بتاعي. فانا كده لغيت برضو دوس شيفت. تمام. دوس دبل كليك انت كده لغيت الايه الجزء ده من السلكشن بتاعي. تمام. بعد كده تدوس كنترول دي. ممكن مثلا لو احنا عندنا حاجه زي دي كده
دي بقى فيها ايه؟ دي فيها شويه كيرفات، مش يعني مش مستقيمه على طول. يعني انا هنا انا كان ممكن ان انا ابدا اعمل سيلكشن، ابدا اختار اعمل سيلكشن على طول. تمام. بس الفكره ان هو هنا دلوقتي فيها كيرفات. خلي في بالك ان البوليجون ده معاك على طول، يعني مش بيعملوا دي سيلكت، انت بتبدا ان انت تتحرك يمين وشمال بيه. تمام. وبتبدا ان انت تعمل زوم ان وزوم اوت. اوكي، فخلي بالك من الحته دي. انت بدات مثلا ان انت تختار الحاجات دي، بس انت بعد ما عملت السليكشن ده كله وجيت هنا لقيت ان انت عندك فيه هنا حاجه كيرفد. تمام. فهتعمل ايه؟ يعني عادي، انت ممكن واحد يقول لي انا خلاص انا هختار كل حاجه، بعد كده السليكشن بتاعي بعد ما اظبط. انا خد بالك ان انا كنت عامل دي سيلكت، يعني ممكن اعمل لها اللي هي ميرج. هيلاقي هنا خلاص يقول لي انا هختار ده، بعد كده بقى بروح ايه؟ ابقى اروح اعمل دي لوحدها. طب انا ليه؟ وانا عندي هنا اداه لطيفه قوي برضو من ضمن اللاسو، اسمها الماجنتيك. ايه الماجنتيك ده؟ الماجنتيك ده انت بتدوس كليك وتبدا ان انت تتحرك، بيبدا ان هو يعمل لك سيلكشن. يعني انت مثلا بتيجي عند بوينت معين تبدا ان انت ايه، ممكن تدوس كليك ساعتها. ده بيعمل ايه؟ ده بيبدا ان هو بيعمل لك سيلكشن. لو انا دلوقتي لسه ما دوستش اي كليكايه، تمام، بيبدأ إن هو بيعمل لك إيه سيلكشن لوحده. هو ماشي على الحتة دي لوحده. أنا عايز أوريكم الحتة اللي فوق دي. تمام. أنا دلوقتي وصلت هنا عند الكيرف. تمام. فأنا دلوقتي عايز أجيب الكيرف ده، فهعمل إيه بالماجنتيك دي؟ هو إيه، هو بنفسه هيبدأ إن هو يعمل لي عليها سيلكت. أنا بس كل اللي أنا عامله دلوقتي إن أنا بمشي. طبعا أنت لو جت معاك غلط وبدأت إن أنت تطلع، خلاص هياخد الحتة دي معاك في السيلكشن، فعادي ممكن تاخدها معاك وبعد كده تعمل دي سيلكت. هو الفكرة كلها إن هو بيبدأ إن هو إيه يختار معاك الحاجة دي. فدلوقتي مثلا دوست هنا كليك وتبدأ تمشي، هو بيبدأ يقرب من اللون القريب اللي موجود، من اللون الأسود اللي موجود. مثلا لو دي كلها اللون أسود، بعد كده بيبدأ يعمل عليها سنابنج ويعمل لك عليها سيلكشن. تمام. يبدأ شايفين هو دلوقتي هو بيحط نقط لوحده وانا ماشي كده، هتلاقيه عمال يسيب نقط. انا دلوقتي مش دايس، انا دلوقتي سايب ماوس اصلا. هتلاقيه وهو ماشي كده بيعمل سيلكشن، بيبدأ ان هو يسيب نقط كده عشان يقول لك انا عامل سيلكت 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 سيلكت، وخدت ده كله معايا. تمام. برضو نفس الموضوع، لو انت خلاص عايز تقفل السيلكشن تيجي هنا تدوس ايه دبل كليك، هتلاقيه عمل لك سيلكشن الحته دي كلها. طبعا الحاجه دي برضو ما بنستخدمهاش كتير، في اداه اسهل بكتير قوي هنعرفها قدام. بس هي مهمة في إن أنت لو عندك جزء زي اللي إحنا قلنا عليه ده. يعني اللاسو تول اللي هي العادية، اللي هي البوليجونال دي، عمرها ما كانت هتجيب لك الكيرف ده بالشكل ده. تمام. يعني دي لو جيت بص ماشية معاها فيرتيكال، ماشية معاها بيربنديكولار وبارلل ليها، مش يعني مش تعرف تجيبها لوحدها. انما اللي هي الماجنتيك لا، الماجنتيك انت بتبدا ان انت تمشي بس على حاجه ويبدا يعمل سنابنج مع نفسه، يعمل لك عليها سيلكشن. تمام. احنا بقى هنبقى في غنى شويه عن الحاجات دي، وهنستخدم اداه كده لطيفه قوي هنا اسمها الايه، اسمها الماجيك واند. تمام. دي برضو لطيفه قوي ان هي فيها كذا حاجه. فيها الاوبجكت سيلكشن تول، وفيها كويك سيلكشن تول، وفيها الماجيك واند. اكتر حاجتين احنا بنحتاجهم هي الاوبجكت سيلكشن، ودي تقريبا هتلاقوها في الفيرجن اللي هو بعد 18 او حاجه زي كده في الفوتوشوب يعني، او بعد 20، مش متاكد. بس هي في يعني في اوبشنز او في فيرجنز قبل فوتوشوب معين مش هتلاقوا فيها التول دي. طب دي بتعمل ايه بالظبط؟ تعالوا نجيب صوره ونعرف هي بتعمل ايه بالظبط. طيب لو جينا كده مثلا واخترنا واخترنا مثلا صورة عمرو أديب. تمام. أهو. أهو. وجينا هنا كده فتحناها في تاب لوحدها. طيب هلغي القفل برضو فيها. تمام. وأدوس كنترول زد، كنترول زيرو. بعد كده هبدأ أنا دلوقتي عايز أختار عمرو أديب بس. فأنا لو جيت باللاسو تول والماجنتيك وقعدت أعمل كده، الموضوع صعب قوي إن أنا أعرف أجيب الحاجات دي وهفضل أمشي عليها، ولو غلطت بقى هفضل. فهو الموضوع صعب. فهنا عاملين لنا الأوبجكت سيلكشن تول، دي أداة لطيفة قوي وتسهل علينا. طب دي بتعمل إيه؟ دي بتعمل لنا سيلكشن على الحاجة على طول. هو بيفهم إن أنت عايز تعمل سناب على ده. فلو مثلا جيت عملت سيلكشن على ده، تمام، هيقعد شوية يجنريت كده. بعد كده هتلاقيه عمل إيه؟ بعد كده هتلاقيه عمل سelection على عمرو اديب لوحده. هو كده مختار عمرو اديب بس، كده هو عارف ان انت عايز تاخد ده لوحده. ممكن تدوس ساعتها كليك يمين وتعمل layer via cut. فانت كده عملت عمرو اديب لوحده بس من الصوره دي. تول ناس كتيره جدا بتبدا ان هي تستخدمها. تمام. انك انت بتيجي هنا كده تعمل select object،
والاوبجكت ده هو بيبدا ان هو يفصله لك من الصوره نفسها، او بيعمل لك سيلكشن على الحاجه دي بس. تمام. طيب في عندنا تاني حاجه الكويك سيلكشن دي، يعني مش مهمه قوي، مش هحتاجها في حاجه لان هي مش دقيقه قوي. شايفين؟ لو مثلا جيت عملت كنترول دي ورحنا على اي صوره، جيت انت مثلا عملت كده، يعني ايه، هيحاول ان هو يجيب لك الحته دي معاك، بس يعني ايه ممكن تحتاجها في حاجه وحاجات لا. يعني شايفين؟ لازم بقى تبدا تقرب كده شويه علشان تقدر تجيب كل حاجه. في حاجات هنا مش هيجيبها معاك، فهي يعني مش دقيقه قوي يعني. تمام. طبعا انت عندك دي هنا كده تبدا ان انت تشتغل في السايز بتاعها، تكبره وتصغره، وهنعرف الحاجات دي كلها في وقتها يعني. ونفس الموضوع ده فيها انك انت عايز تشيل جزء منها. انا مثلا عايز الجزء اللي ورا ده بس، فانت مش عايز ده من السلكشن، فتبدا ان انت ايه، تقرب هنا كده وتبدا تلغي الحتت دي كده. تمام. أهو، تلغي الاجزاء الصغيره دي، انت مش محتاجها معاك. تمام. تبدا تعمل ايه كده، كده انت بتلغي الحته دي من السلكشن، ايه، من السلكشن بتاعك. تمام. طب انا ليه يعني، شوف ممكن تكون محتاجها في حاجه، دي برضو كويك سيلكشن لطيف وبرضو ممكن تشتغل بيها. اكتر حاجه بقى بنشتغل بيها هي الماجيك واند. طب ايه الماجيك واند دي؟ ماجيك واند ان انا مثلا عندي جزء زي ده، لونين زي دول، فببدا ان انا ادوس كده، فبيبدا ان هو يختار لك، سوري انا عامل السبتراكت بتاعها، فبيبدا ان هو يختار لك اللون ده على قد ما يقدر، يعني بيشوف الدرجه اللي قريبه من اللون اللي انت عامله ويبدا ان هو يختارها. طيب من الماجيك واند بقى دي فيها تول لطيفه قوي ما كانتش موجوده في اللي فاتت. ان احنا عندنا مثلا طبعا انت عندك نفس الكلام اللي فيها، انك انت تختار حاجتين مع بعض، او ان انت تعمل سبتراكت للجزء ده وتختار الجزء التاني، او انك انت تاخد الانترسكت بتاعهم. بس في حاجه هنا عندنا لطيفه قوي اسمها التوليرانس. طب ايه التوليرانس ده؟ التوليرانس ده هو مقدار الدقه بتاعه التول اللي معاك بتاع الماجيك واند. انت مثلا عندك اللون الابيض ده، تمام. انا لو جيت مثلا وقفت على اللاير التانية واخترت الحته دي، هتلاقيه عامل لك ايه، اختار لك جزء من الابيض ده. طب لو جيت عملت كنترول دي وزودت التوليرانس خليته 50، وجيت عملت كده، هتلاقيه خد لك ابيض فيما فوق، بدأ ان هو ياخد الحاجات اللي فوق كمان. طب لو جيت خليت التوليرانس دي 100 وجيت كده عملت ده، هتلاقيه بدأ ان هو يختار لك الاجزاء البيضاء اللي موجودة في الصورة أكتر. فدي هي مقدار الدقة اللي أنت عايز تعمل بيها سيلكت على حاجة، اللي هي فكرة إن أنت التوليرانس بتاعتك. التوليرانس دي مهمة قوي. طبعا هي في كذا حاجة هنا هنعرفهم برضو في وقتها، بس الحاجات المهمة اللي أنا عايزكم تعرفوها دلوقتي هي الحاجات دي، إنك أنت إزاي تختار حاجتين مع بعض، أو إن أنت تختار جزء وتسيب جزء، أو إنك أنت تلعب في التوليرانس بتاعتك علشان تختار الجزء اللي أنت عمله. تمام. يعني مثلا أنا دلوقتي اخترتها مثلا 20، تمام، دوست انتر وادوس كنترول دي عشان اخد السلكشن وابدا اعمل سلكشن في الحته دي مثلا. فهتلاقي ان هو جاب لك الاجزاء دي وما جابلكش الاجزاء دي. خدت بالك في الصوره اللي فاتت كان جايب لك الاجزاء دي. طب خلاص انا هعمل كنترول دي، تمام، وهخلي دي تكون 100، تمام، وهبدا ادوس هنا. شايفين عمل ايه؟ راح جايب لك الاجزاء البيضاء اللي في الايمج كلها اللي انت مدخلها. تمام. طيب انا قلت لكم زي ما قلت لكم ان انا عايزكم طبعا التولز دي، عايزكم انتوا تبداوا تشتغلوا على طول بالاختصارات بتاعتها. يعني مثلا عايز اجيب الموف تول، فابدا انا ادوس على في عشان اجيب الموف تول. لو عايز السلكشن اللي هنشتغل بيه على طول هي الماجيك بوينت، فابدا ادوس دبليو عشان يبدا يجيبها لي. فعايزكم على طول انتوا تشتغلوا بالحته دي. تمام. طيب عندنا رابع تول اللي هي الكروب. ايه بقى الكروب سيلكشن ده؟ مثلا انت في الايمج دي كلها مش عايز غير الجزء اللي فوق، فتبدا ان انت من تحت من هنا تبدا تدراج الحته دي. تمام. هو كده بيعمل ايه؟ بيعمل كروب. فتدوس ايه، انتر، تمام، بعد كده كنترول زيرو، فهو كده خد لك الحته دي بس. تمام. طب لا انا مثلا ادوس كنترول زد، انا مثلا عايز اختار جزء معين بس منه، فادوس مثلا برضو هاجي ادوس على الكروبشن تول. اوكي. انت هنا معاك بقى دراج اند دروب، فانت ممكن ما تكونش محتاج البيت او الباك جراوند اللي ورا دي، فتبدا ان انت تختار الجزء اللي انت عايز تاخده من الكروبشن ده. دوس كده وتدوس انتر، تمام. فهو كده خد لك الحته دي. طيب انا دلوقتي عايز ارجع بقى الصوره والحاجات اللي انا عمال اعمل فيها دي. بندوس كنترول زد، تمام، تفضل تدوس كنترول زد. طب انا عندي هنا يعني مكتبها ان هو يبدا ان هو يعمل لي ايه،
يعمل لي كنترول زد على طول، يبدا ان هو يفضل يرجع لي على الحاجات اللي انا عاملها. في ناس ممكن ما تكونش جاي عندها ان هو يبدا يعمل كنترول زد على طول، فتبدا تدوس كنترول الت زد، فهيبدا ان هو يرجع لك في كل حاجه بتعملها. تمام، تبدا تدوس كنترول الت زد، فيبدا ان هو يفضل يرجع لك عن الحاجات اللي انت عاملها. تمام. لو مش عايز ده، زي ما قلنا ان احنا عندنا حاجه هنا اسمها الهيستوري. تمام. عندك هنا الهيستوري، فهو الهيستوري جايب لك ان انت اشتغلت بماجيك 1 ماجيك 1 السلكشن، بعد كده السلكشن. لو جيت وقفت عليه هنا، لو جيت وقفت على اي حاجه من الحاجات دي، هتلاقيه ايه، بيطلع لك الاوردر اللي انت عملته، سواء قعدت تشتغل بالكروبشن، سواء الحاجات اللي انت اشتغلت بيها كلها، هتلاقيه جايبها لك من تحت لفوق كده. ايه الحاجه يعني انت اول حاجه عملتها، انك انت دخلت الايمج، والايمج دي قعدت تعمل سلكشن طول الكويك سلكشن، وهكذا. هتلاقيه ايه على طول بيقول لك ايه الحاجه اللي انت عملتها. تمام. او ممكن تيجي هنا من edit وتلاقيه عندك الاندو والريدو. يعني هو هنا برضو تلاقيه بيقول لك undo وريدو، الحاجه اللي انت عملتها والحاجه اللي انت ما عملتهاش، عشان مش عارف هي ليه، بس في ناس كتير جدا عندها مشكله في الحته دي. تمام. طيب، في عندنا بقى هنا اداه لطيفه قوي اسمها الفريم. طيب الفريم دي ايه بقى بالظبط؟ ممكن نجيب ورقه احسن عشان نشتغل فيها واوريكم ايه الفريم ده. انت عندك الفريم ده زي مثلا ما كنت بتعمل في باوربوينت، انك انت الحاجه بتخليها واخده شكل معين، سواء دايره، سواء مربع. طيب انا عندي هنا كده عندي تو اوبشنز ان انا اشتغل في الايمج بتاعتك، يا اما يكون دايره، يا اما يكون ريكتانجل او مربع. طيب انا دلوقتي لو جيت هنا كده مثلا على الدايره ورحت عامل كده، بدأ ان هو بيحط لك الفريم ده. طب لا، انا عايزه دايره بالظبط ومظبوطه، فهبدأ ان انا اعمل كنترول زد وابدأ ادوس له شيفت. الشيفت ده بيبدأ ان هو يطلع لك الايمج او الدايره اللي انت عايز تطلعها مظبوطه. تمام. لو خدت بالك هو بدأ ان هو يسحب الصوره نفسها جوه. طيب ممكن نعمل كنترول زد عشان نبعد شويه الحاجات دي، بعد كده نبدأ ان احنا نشتغل بيها. نيجي هنا عند الفريم، ندوس شيفت، نبدأ ان احنا نسحب كده. شايفين الدايره طالعه ايه؟ الدايره طالعه مظبوطه. لو جيت هنا في القائمه اللي على اليمين هتلاقي ظهر كل اللير بتظهر فيها حاجه واحده، ما عدا اللير دي ظهر فيها حاجتين. طب اللير دي ظهر فيها ايه؟ اللير دي ظاهر فيها الفريم نفسه اللي هو اللي موجود، والمكان اللي انت تحط فيه الايمج. يعني انت ساعتها تقدر تعمل ايه؟ تقدر تمسك الصورة دي وتروح رميها هنا، فهتبدأ ان هي تاخد شكل الدايرة بتاعك. طيب من الحاجات اللطيفة برضو ان انا مثلا طب هو دلوقتي انا عايز اخلي الايمج دي او الصورة اللي انا حاططها دي تاخد الدايرة كلها، فاعمل ايه؟ فهتيجي هتدوس كنترول تي، هيبدأ يظهر لك الكورنرز اللي طالعة دي، تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تسحب فيها كده. تمام. لحد ما ايه، ما تظبط الصورة بتاعتك، تشوف انت عايز تاخدها فين. مثلا محتاج ان هي تاخد الشوت دي بس، فتروح ايه، دايس اوكي او انتر، فيبدأ ان هو انت كده حطيت الصورة بتاعتك في ايه، في الفريم بتاعك بالشكل ده. تمام. نفس الموضوع بينطبق على طبعا احنا دي هنحتاجها كتير قوي، احنا بنعمل الاستاديز بتاعتنا. انك انت من نفس ده ممكن تعمل ايه، ممكن تسحب كده زي ما قلنا ان انت بتعمل الت اهو. نيجي هنا عند موف او في، تمام، وتدوس الت فيظهر لك السهمين وتبدا ان انت تسحب. طيب وانا في الدراسات بنعوز ان الحاجه تطلع مظبوطه، فبدل انه انا مسحب بشكل عشوائي مش عارف اظبطها قوي، فبنعمل ايه، فبندوس شيفت. شيفت ده لو انت بقى اتحركت في اي حته فوق او تحت او اي حاجه، بيبدا ان هو يحرك لك على اللاين اللي انت دوست عنده شيفت. تمام. يعني انا مثلا دلوقتي بتحرك بيه فيرتيكال، تمام، فلو دوست شيفت مش هتحرك غير فيرتيكال. تمام. طب انا دلوقتي لا، انا دلوقتي بتحرك هوريزونتال، فلو دوست شيفت مش هتحرك غير هوريزونتال. اوكي. طيب دي كده كانت حاجه برضه لازم تعرفوها، دي شغاله في الريكتانجل، شغاله ساعات بنعوز مثلا ان احنا نطلع كل الصور بنفس الشكل. يعني مثلا لو جيت هنا كده وجيت دوست عند الفريم واخترت ريكتانجل وبرضه ادوس شيفت وانا شغال، هو كده اداني السكوير ده. تمام. هبدأ انه انا اخد اي صورة مثلا من الصور دي، ممكن ناخد سوري ممكن دوس في وناخد مثلا الصورة دي ونبدأ ان احنا نحطها هنا. تستنى شوية هتلاقي ايه، هتلاقيها دخلت في الفريم. يعني انا مثلا لو عملت كده هي اتشالت من الفريم، شايفين هي اتشالت دلوقتي من الفريم. فلو مسكتها وحطيتها هنا كده هتلاقي اللي حصل، هتلاقيها دخلت جوه الفريم.
تمام. احنا ساعات بنحتاج ان احنا نطلع الصور كلها بنفس الشكل. طبعا احنا قلنا عشان نكبرها فبندوس كنترول تي ونبدا ان احنا نسحب دي كده شويه. نخلي بالنا من كنترول دي عشان احنا هنحتاجها كتير قوي يعني. تمام. طب انا ببدا ان انا اظبط الصوره، يعني ازاي ابدا بقى ان انا اتحرك بالصوره كده واظبطها جوه الفريم؟ بالاسهم بتاعتك، تبدا بالاسهم كده تتحرك يمين وشمال لحد ما ايه، ما تظبط الصوره بتاعتك جوه الفريم، بعد كده تدوس انتر. انا دلوقتي محتاج ان كل الصور بتاعتي تطلع بنفس المقاس ده، فاعمل ايه؟ فهاجي ادوس في، انا كده واقف عند الموف تول، ادوس الت عشان اسحب نفس الايمج، وادوس شيفت عشان اسحبها جنبها بمسافة معينة وتفضل على نفس المسافة بتاعتها وعلى نفس الخط بتاعها. انا دلوقتي عندي مثلا المسطرة اختفت، فادوس ايه، كنترول ار، فلاقي المسطرة بتاعتي ظهرت. ابدا اسحب منها كده، هتلاقي هو نفسه بيعمل لك سنابنج ان الاتنين دول على نفس الايه، على نفس الخط. تيجي برضو تحت كده، ما عملش سنابنج، يبقى كده الصورة فيها حاجة غلط. لو جينا قربنا شوية، فعلا الصورة فيها حاجة غلط، دي محتاجة ان هي تنزل لتحت شوية. تمام. فهتلاقي دلوقتي ايه، لو جينا مثلا احنا عايزين نلغي الجايد لاينز دي، بنمسك كده نرميها في اي حتة. تمام. تبدأ انت تسحب دي كده، ايوه، اهو عمل لك سنابنج على الحتة دي، يبقى كده الاتنين دول ايه، مظبوطين. خلاص بقى انت عايز تغير الصورة دي، فامسك الايمج دي وابدأ ان انت تحطها جوه. ما جاتش، ممكن نبدأ ان احنا ندخل جوه نلغي الفريم ده. تمام. فهتلاقي الصورة دي خلاص هي اتحطت جواها. تمام. تاخد بالك ان انت شغال على ايه بالظبط برضه، يعني هو دلوقتي الايمج نفسها جوه الفريم. ايه المشكلة اللي حصلت ساعتها؟ المشكلة اللي حصلت ساعتها، نعمل كنترول زد كده، ان انا الصورة اللي انا حاططها، انا اوريدي حاطط صورة. تمام. لو جيت عملت كده هو هيوقف لك على اللاير بتاعتنا، لان احنا مش شغالين ايه، الاوتو سيلكت. لو جيت وقفت عليها، انا دلوقتي الحاجة دي عامل سيلكشن على حاجتين، انتوا شايفين؟ عامل سيلكشن على الفريم نفسه وعامل سيلكشن على الصورة. فانا دلوقتي لا، انا هدخل جوه الصورة دي وهبدأ ان انا اعمل لها ديليت. تمام. وهبدأ برضو ان انا اخد الصورة دي واعمل لها ديليت. دلوقتي الفريم ايه، فاضي. ساعتها تقدر تاخد الصورة اللي انت عايزها وتروح ايه، حاططها. هو هيبدأ يجي يعمل جنريت ويبدأ ان هو يدخلها لك جوه الفريم. تمام. تبدأ انت كنترول تي وتبدأ تكبر فيها زي ما انت ما عايز على الحتة اللي انت عايز تظهرها، وتدوس انتر، فتلاقي ايه، الايمج بتاعتك ظهرت. لو عايز تبدأ تظبط فيها كده شوية، او ممكن بالاسهم عادي، حتى من غير ما تعمل كنترول تي الاسهم شغالة معاك. تمام. وتدوس انتر، كده انت ايه، ظبطت الايمج بتاعتك جوه الفريم دي. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنحتاجها فيها يعني. تمام تمام. ممكن نتكلم عن اتنين تول كمان بعد كده. يعني دي هتكون نهاية السيشن بتاعتنا، لأن احنا المرة الجاية هنتكلم عن كام تول صغيرة، وهنتكلم عن كام حاجة كده في موضوع اللايرز والماسك والحاجات اللي هنا دي. لأن هي مهمة أوي، مهمة أوي أوي، وعايزين ناخد فيها سيشن كويسة عشان نبدأ إن احنا بقى ندخل على البلانز والسكشنز والحاجات اللي زي كده. طيب، آخر تولز عندنا التول دي بتعمل بيك، بس اللي هي الاي توبر دي بنعمل بيها بيك للون. يعني انت مثلا دلوقتي عندك، عشان ما عندناش هنا الوان في الصور دي كتير، هبدأ مثلا ان انا اختار صورة مثلا من هنا معينة، زي عايزين صورة فيها الوان كتير. جينا مثلا اخترنا م- م- م. ممكن نختار اي صورة، يعني ممكن مثلا ناخد المبنى ده نفتحه في حاجة جديدة. تمام. انا دلوقتي مثلا عايز اعمل سيلكشن. طبعا احنا السيلكشن ده مش بنحتاجه في ان احنا نعمل سيلكشن كده بس وخلاص، لا، ده احنا نبدأ ان احنا نملاه بلون معين، واللون المعين ده بنبدأ ان احنا نلعب فيه شوية، يعني في كذا حاجة كده، بس ايه، كل حاجة في وقتها. طيب انا مثلا دلوقتي عندي لون. تمام. عملت سيلكشن كده. تمام. والسيلكشن ده انا عايز اخليه بلون معين من الحاجات اللي هنا دي، فهبدأ اعمل ايه، هبدأ أروح عند التول بتاعتنا وأبدأ أبيك أي لون من هنا. مثلا لو هعمل بيك للون ده من المباني زي حديد يعني. فلو عملت بيك كده هتلاقي إن هو ظهر معاك في الحتة دي. أي حاجة هتيجي بتعمل بيك عليها، فهتلاقي إن هو إيه، بتبدأ الدرجة بتاعت اللون دي تظهر معاك هنا. ساعتها تقدر تعمل إيه، ساعتها تقدر تنقلها تحت. تمام. وتدوس كنترول دي، فيبدأ تعمل فيل الحتة دي باللون ده. تمام. ممكن بقى من ساعتها نبدأ إن احنا نحرك فيها أو حاجة، بحيث إن احنا نخلي كل الصورة بتاعتنا ليلية.
يعني احنا مثلا هنا احنا هنا حولنا الايمج نفسها من ان هي صورة عادية لان هي كلها صورة ليلية. كنترول دي، طبعا في حتت صغيرة هنا فلتت كده. دي بقى ممكن نعالجها ازاي؟ هقول لك ممكن نعالجها ازاي. دي هي وظيفة التول التانية، بس يعني هي التول التانية دي هم بيسموها أداة الحبوب. تمام. ايه أداة الحبوب دي؟ أداة الحبوب دي لو أنا عندي، شايفين احنا الصورة من إن هي كانت صورة نهارية. هوريها لكم تاني عشان تبقوا عارفين برضو احنا التولز دي هنستخدمها في ايه. احنا التولز دي هنستخدمها كتير جدا يعني. شايفين الصورة كانت باينة إن هي يعني إيه، زي مثلا المغرب كده أو في الوقت ده. إحنا حولناها لإيه؟ حولناها لليلية بتول صغننة قوي، بدأنا إن إحنا نحولها كلها لليلية. طيب التول التانية بقى اللي هي معانا، اللي هي آخر تول، اسمها الإيه؟ اسمها الكلون. الكلون دي بيسموها أداة الحبوب. طيب إيه أداة الحبوب دي؟ إن هي بتعالج العيوب بتاعة الصورة. بمعنى أنا مثلا عندي الجزء ده كده مش ماشي مع البتاع، أنا عندي هنا كده برضو الجزء ده مش ماشي مع البتاع، مع الصورة نفسها. فببدأ إن أنا أدوس إيه؟ ببدأ إن أنا أدوس ألت عشان أبيك لون مثلا زي كده، وأبدأ إيه؟ أختار كده، فتلاقيه بيبدأ إن هو يعالج لك ال الأجزاء دي. تمام. يبدأ إن هو يعالج لك كل الأجزاء دي كده بالحتة دي، بيسيح لك الحاجات في بعض. احنا كده كده التولز دي هنبدأ إن احنا نشتغل فيها المعماري بتاعها، يعني احنا نستخدمها في ايه بالظبط وايه اللي احنا محتاجينه فيه. فتلاقيه كده ان هو ايه، بيلحم لك الصورة دي مع المبنى مع الباك جراوند، فتلاقي الدنيا شكلها لطيف. ليه بيسموها أداة الحبوب؟ يعني احنا مثلا لو جبنا صورة، مثلا زي صورة، يلا نرجع لعمرو أديب تاني. طيب لو جينا هنا لصورة عمرو أديب، قبل ما نعمل السلكشن ونضيف لاير لوحدها. تمام. انت مثلا عندك في مثلا حاجات زي دي كده، طبعا احنا محتاجين هنا الريزولوشن بتاعتها وحشة شوية، بس هي دي الدنيا بتاعتها. هي بتعمل ايه الكلون تول دي؟ ان هي بتبدأ ان هي تعالج لك الدنيا. الكلون تول وبرده الهيلينج. يعني دي يعني لو زي ما قلت لك، انت وقفت عند كل حاجه كده تلاقيها بتعمل ايه لوحدها. هو انا دخلت الكلون في ده بس يعني ايه، عشان احنا برضه محتاجينها. يعني هما الاثنين نفس الحاجه اللي بيعملوها. يعني لو جيت هنا مثلا عند الحته دي عملت كده، شايفين بيبدا ان هو ايه، مش عارف يعني زي يلغي الهالات اللي موجوده حوالين عينيه كده بالحته دي كده بالاداه دي. تبدا ان انت ايه، تظبط التول، قصدي البشره بتاعته او الحاجات دي. اللي بيستخدم طبعا الحاجات دي كلها اللي هم بتوع الفيديوز، اللي هم بتوع الاعلانات. مثلا عاوز مثلا يعمل بشره في حاجه وبتاع، يبدا ان هو يعالج البشره بقى نفسها بالايه، بالبتاع. طبعا هنا الصوره مبكسله قوي فعشان كده الدنيا مش واضحه قوي. بس احنا بما اننا خدنا بقى التو تولز دول، احنا خدنا دلوقتي اللي هي الهيلينج وخدنا الكلون. تمام. احنا زي ما قلت ان الكلون ده لو وقفت عندها بندوس الت في اي حته، ونبدا ان احنا ايه، ممكن نلغي عمرو اديب من الصوره خالص. يعني نعمل كده فنلاقي ايه، ان هو بيتلغي خالص من الصوره. دي بنحتاجها في ايه برضو؟ دي بنحتاجها لما نكون واخدين صوره من موقع ما يعني. تمام. وعايزين نلغي الووتر مارك اللي هم بيحطوها، فنبدأ ان احنا نيجي عند الكلون دي. تمام. ونبدأ ان احنا نعمل بيك كده في اي حتة بالالت، ونبدأ ان احنا ايه، نلغي الووتر مارك اللي هم حاطينها عشان نسرق الصورة يعني، او نعمل بيها حاجة. تمام. طيب اخر تول النهاردة هي البرش. البرش دي بقى انا هبقى ابعت لكم ان شاء الله، يعني اما ندخل في الموضوع قدام شوية، في شوية برش كده لطيفة قوي. انت عندك هنا لما تفتح الفوتوشوب لو بتحمله اول مره هتلاقي فيه البراشز العاديه. تمام. انما احنا قدام هنبدا ان احنا ندخل فيها شويه برش. والبرش دي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في الليكتشر الجايه، ونعرف بقى ازاي ان احنا نبدا بقى نصغر فيها ونكبر فيها، وازاي نتعامل معاها بالظبط وهنحتاجها في ايه. بس يعني دي كانت نهايه السيشن بتاعتنا. ان شاء الله اشوفكم على خير السيشن اللي جاي.